والكرة إلى الجهة اليمنى. تلعب فاريل الرواس المايسترو نادي حدادي. تلعب مراد الناجي. مراد تمشي عرضية كثير، مراد عمودية في اتجاه المرمى. خطأ خطأ خطأ، يعني كان تدخل ما كانش متعمد لكن خطأ على اللاعب ايت درهم، كريم ايت درهم، طرف لاعب بلال الصوفي اللي اعتذر. كانت خطيرة. حسن حظه ما كانش العقوبة الإدارية من طرف الحكم نور الدين إبراهيم. تماس لفائدة فريق الحسنية تقدير. فريق الحسنية تقدير في خرجته خارج ملعب الانبعاث، يعني سابقا ثم الان خارج الملعب الكبير حيث سيستقبل باقي مباريات الموسم الحالي. فيعني دبر الامر بنوع من الثبات، سجل يعني فوزا واحدا خارج القواعد، 4 تعادلات وهزيمتين فقط في المقابل داخل الميدان بأكادير، فسجل 7 انتصارات، تعادل واحد وهزيمة واحدة. أكاديري يبعد الكرة ورايا تسلل، عودة من حالة تسلل للاعب أحمد الفتحي. مهدي حدادي لفائدة الكاك. تلعب الفا عمر سو حدادي. لعب زكريا الهلالي الرواني. زكريا الهلالي كاينش حلول للانطلاق في الهجوم، تعود كرة للخلف. روزان فاريل عند اللاعب انوار جيد. مراد الناجي، سريعة بين اللاعبين عند اللاعب انوار جيد. انوار جيد يتقدم في الجهة اليمنى والخطأ، هناك صافرة لإعلان عن الخطأ لمن، وبطاقة صفراء للاعب انور جيد. يعني لماذا الخطأ واللي تمويه على إين توجيه بطاقة صفراء للاعب انور جيد. كريم يتدرب في تنفيذ ضربة الخطأ لفائدة الحسنية طويلة في لاعب أحمد الفتحي. لاعب جمال العبيدي في الجهة اليمنى. جمال العبيدي تمريرة عند اللاعب أحمد الفتحي، تعود كرة للخلف عند اللاعب عادل الماتوني. ماتوني، حسين عبد المؤمن، باتريك كواكو. باتريك كواكو عند اللاعب الماتوني. الثلاثي كواكو العبيدي والماتوني، ثلاثي الهداف في صفوف فريق حسنية تقدير. تكسيرة بين اللاعبين والبحث عن الحلول. تبقى الكرة في نفس الدائرة وثلاثيات يعني بين اللاعبين، يعني بحث عن حلول في منطقة الجزاء. تمريرات قصيرة، محاولة الدخول، جمال العبيدي، جميلة المحاولة، واو، وتدخل في آخر لحظة من طرف اللاعب مامادو ديانغ. مامادو ديانغ يبعد الكرة في آخر لحظة. هذا مجموعة من التمريرات القصيرة بين لاعبي فريق الحسنية. دخول تماس لفائدة الحسنية. عادل الماتوني في تنفيذ. مامادو ديانغ يبعد الكرة. التماس فريق حسنية أكادير والنادي القنيطري يتقاسمان يعني عنصر الاستقرار على مستوى الإدارة التقنية خلال الموسم الحالي، في وقت يعني كثرة حركة المدربين خلال هذا الموسم.
تحركات كثيره لعدد كبير من المدربين خلال هذا الموسم. مجموعه من المدربين يعني مجموعه من الفرق فكت ارتباطها بمدربيها. كبير المدربين يعني فاق 30 مدرب. الفرق اللي غيرت مدربات للمره الثالثه خلال هذا الموسم. فريق المغرب الفاسي ما بين بعدها كل من طارق سكتيوي وشار الرسلي ياتي الدور على المدرب عبد الرحيم طليب. عبد الرحيم طليب الذي ترك مكانه في فريق الوداد انتظار تعاقد مع مدرب جديد لإشراف على فريق الوداد البيضاوي في المرحله المقبله. فريق شباب ريم حسيمي ايضا 3 مدربين كل من كريستيان زرماتان، حسين وشلا ثم حسن الركراكي اللي يصنع مجموعه يعني سجل مع الفريق انتصارين متتاليين. ونفس الامر في مجموعه من الفرق الاخرى. الرجاء اذا الجيش الملكي بدا الموسم مع الجواد الميلاني، ثم رشيد الطوسي ياخذ بزمام الامور. فريق اولمبيك اسفي نفس الامر. فريق وداد فاس فتحي جمال خالد كرامه انتظار باقي تفاعلات يعني هذا مسلسل الفريق الفاسي رفقته على المدرب كرامه. هل سيكون اللجوء الى مدرب ثالث في المرحله المقبله؟ على اي معطيات لا يمكن ان تساعد على يعني الرفع من وتيره الاداء التقني للفرق الوطنيه في ظل غياب الاستقرار التقني. عند اللاعب عادل المتوني، عند اللاعب محسن عبد المؤمن، تضيع من الكره تعود عند اللاعب مدين مفضل يحاول يبعد الكره وتنقل في لعب انور جيد. محاوله الدخول وتدخل في اخر لحظه من طرف لاعب كريم الدرهم. كانت محاوله التمرير في وضعيه انفراد للاعب الفا عمرسو لكن تدخل الدفاع. تمرير طويل تجي اللاعب هشام الفتحي، خطا بالفعل كان هناك خطا من طرف اللاعب احمد الفتحي. يحتاج بدعوى يعني كان لمس لوجهه من طرف المدافع مامادو ديانغ، وكانت مطالبه بوجود خطا لفائده فريق الحسنيه على عين فاريل. تمريره طويله عند اللاعب عادل المتوني، جمال العبيدي عند اللاعب باتريك كواكو وتمريره ضائعه عند اللاعب مراد الناجي يحول عند الحارس في وضعيه صعبه الحواصلي والى زاويه لفائده حسنيه تقدير. ظهر في هذه الصوره يعني عامل الرياح اللي كتحرك كتحول مسار الكره. اعتقد انه التسديد نحو المرمى يكون هو مطلب اساسي لمحاوله استغلال عامل الرياح. ضربه زاويه بتنفيذ وضرب راس اللاعب مامادو ديانغ لابعاد الكره من منطقه المرمى. دخول تماس لفائده فريق حسنيه تقدير. منطقه 37 من زمن الشوط الاول، دائما التعادل دون اهداف في مباراه يغلب عليها يعني هاجس التوجس يعني وارتكاز الكره بشكل كبير في وسط الميدان مع مجموعه من الكرات الضائعه. مفضل محاوله تسديد من بعيد لكن غير يعني مركزه، غير قويه لاقلاق يعني تركيز الحارس الحواصلي. هذه مفضل جاء اللاعب جمال العبيدي عند اللاعب كواكو، ضائعه من اللاعب كواكو وسط الميدان عند اللاعب بالرواس مامادو ديانغ. اللاعب سعيد الرواني تمريره طويله في اتجاه اللاعب الفا عمرسو وتدخل من طرف اللاعب محسن العشير بضربه راسيه عند اللاعب محسن عبد المؤمن. كما قلت كرات يعني تتحول وجهتها من فريق الى اخر بسرعه كبيره. محسن عبد المؤمن في اتجاه اللاعب احمد الفتحي، المهاجم الصريح بتشكيل فريق حسنية تقدير في هذه المباراة.
ثم اللاعب كواكو يبحث عن صناعة والمساندة يعني خلف اللاعب أحمد الفتحي. انتظار بعد الهفوات في دفاع فريق النادي القطري للتسجيل. الحارس عبد الرحمن الحوصلي طويلة جاء اللاعب عمر سو محسن العشير اللاعب متوني يبعد الكرة لكن سهلة عند الحارس واصلي أمادو ديانغ وفاريل انظر الى الارتكاز في دفاع فريق النادي القنيطري. تماس لفائدة فريق حسنية أكادير. عادل المتوني في تنفيذ دخول التماس لفائدة الحسنية. الهلالي بضربة راسية نديم مفضل يبعد الكرة. حركة كرة طويلة تصل مباشرة عند الحارس. خفض ايقاع المباراة يعني حتى المحاولات القليلة اللي تابعنا في يعني في النصف الأول هذا الشوط الأول يعني انخفض وتيرتها. بالتالي كرات دائما تفتك في وسط الميدان أو على مشارف منطقة جزاء الفريقين معا. كواكو المفضل وحسين عبد المؤمن. كواكو مرة أخرى تمريرة محاولة الدخول والراية وتسلل. راية وتسلل. يوسف مبروك الحكم المساعد الأول يرفع الراية وأعلن عن وجود حالة تسلل من طرف اللاعب محمد الضو في الجهة اليسرى. طويلة لفائدة سلكاك. دفاع الحسنية يسيطر على الكرات في هذه اللحظات يخليوش مجال للوصول إلى منطقة المرمى. هذا اللاعب بالرواس مراد ناجي يعيد الكرة للخلف. تصل عند اللاعب سعيد الرواني في اتجاه اللاعب نادي حدادي. تمريرة طويلة في اتجاه اللاعب الفا عمر سو وكريمة الدرهم ثم محسن العشير. عادل المتوني رائعة تدخل اللاعب يانغ. حسين عبد المؤمن عنده الكرة من عند اللاعب باتريك كواكو اللي كانت تبحث عن اللمسة اللي المراوغة بشكل جميل لكن ما كملتش العملية. يبقى الشوط الأول نحن على بعد يعني 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول. بهذا الوتيرة باش أداءات كبيرة على مستوى الهجوم يعني هجمات قليلة. محاولات التسجيل كانت 3 محاولات يعني في اللحظات الأولى اللاعب محمد الضو يعني سدد في الشباك الخارجي لفريق النادي القنيطري فريقه السابق. هذه محاولة في الكاك محاولة الدخول مراد الناجي لكن رائعة المحاولة. وانطلاقة أخرى عند لاعب فريق الحسنية باتريك كواكو والانطلاق طرف اللاعب نديم سياف. محسن عبد المؤمن تمريرة داخل منطقة جزاء لكن تدخل الدفاع. احمد الفتحي عند اللاعب متوني وحسين عبد المؤمن تمريرة في الرواق الأيمن. عادل المتوني تمريرة قصيرة بين اللاعبين وتدخل في آخر لحظة. تدخل لإبعاد الكرة. أعتقد ضربة زاوية لفائدة فريق حسنية أكادير. ضربة زاوية سيتولى التنفيذ اللاعب نديم سياف. وضرب راسي لفائدة اللاعب مامادو ديانغ لإبعاد الكرة.
تماس لفائدة الحسنية مرة أخرى. جمال العبيدي في التنفيذ ويعطي الكرة لعادل المتوني. وقت يمر 43. باتريك كواكو، عادل المتوني، تمرير عند اللاعب العبيدي. تمرير جانبية و ديانغ، تسديدة من طرف اللاعب محمد الضو، وتدخل في آخر لحظة من طرف اللاعب أنور جيد اللي عاد الكرة. أنور جيد لاعب السابق لفريق الفتح الرباطي، انتقل أخيرا لفريق النادي القنيطري. ضربة زاوية مرة أخرى عالية جدا، محاولة ضربة رأسية من طرف اللاعب محسن العشير، لكن تدخل الدفاع والتماس لفائدة فريق حسنية أكادير. ورد وتماس لفائدة الكاك هذه المرة. أحمد الفتحي وكرة في التماس لفائدة الحسنية مرة أخرى. ضغط آخر اللحظات، يعني الثواني الأخيرة من زمن الوقت الأصلي للمباراة. محسن عبد المؤمن ضيع الكرة، والكرة مرة أخرى شتت خارج الميدان. دقيقة واحدة وقت بدل ضائع التي سيقع بعد لحظات الحكم الرابع سعد كريم بوزيان من عاصمة الغرب. كرة عند أحمد الفتحي لضربة مقاس، لكن مباشرة عند الحارس عبد الرحمن الحواصلي. من دقيقة واحدة هدف على اللاعب بلال الصوفي. اللاعب هلالي تدخل جميل من طرف اللاعب عادل المتوني. جمال العبيدي عادل المتوني. صيرات تمريرات بين لاعبي الفريق، فريق حسنية أكادير. محسن العشير عند اللاعب محسن عبد المؤمن، ضائعة تدخل اللاعب حدادي، تمريرة لكن مباشرة اللاعب الدرهم يتدخل. بلال الصوفي، الرواس تمرير داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن لاعبي فريق الكاك. مباشرة إلى التماس لفائدة فريق حسنية أكادير. أعتقد ما بقاش شيء كثير بالنسبة للوقت المحتسب في هذه الجولة الأولى. أحمد الفتحي، كرة طويلة، الحكم سيستعد لإعلان عن صافرة بالفعل. بعد لحظات ينهي تفاصيل الشوط الأول دون أهداف، محاولات قليلة يعني تابعناها في الشوط الأول، محاولتين لفائدة حسنية أكادير ومحاولة واحدة لفائدة الكاك. في الكرام نلقاكم في بداية الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.